السلام عليكم. تحولت صورة التقطتها عدسات البث التلفزيوني عقب نهاية مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهر قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي وهو يتبادل الابتسامة والحديث مع الدولي الفرنسي ديزري دوي مباشرة بعد صافرة النهاية. وجاء انتشار اللقطة في وقت لا تزال فيه الجماهير المغربية تحت وقع الصدمة من الإقصاء عقب الهزيمة بهدفين دون رد، وهو ما جعل الصورة تثير تفاعلات متباينة بين من اعتبرها مشهدا عاديا يجمع لاعبين تربطهما علاقة احترام داخل الملاعب، ومن منحها تأويلات مختلفة. وسرعان ما تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها صفحات خارج المغرب الصورة مرفقة بتعليقات فسرت ابتسامة حكيمي على أنها تعبير عن عدم تأثره بنتيجة المباراة، وهي رواية رفضها عدد من المتابعين الذين اعتبروا أن اللقطة جرى اجتزاؤها من سياقها الطبيعي. وأكد نشطاء مغاربة أن الصورة لا تتجاوز كونها مشهدا عابرا التقط بعد نهاية اللقاء، مشيرين إلى أن تبادل الحديث بين اللاعبين عقب المباريات يبقى سلوكا مألوفا في كرة القدم الاحترافية، ولا يمكن اعتباره مؤشرا على موقف أي لاعب من نتيجة المباراة أو مشاعره تجاه الإقصاء. ومن جهة أخرى شدد متفاعلون على أن ما قدمه أشرف حكيمي بقميص المنتخب المغربي سواء خلال هذه النسخة من كأس العالم أو في السنوات الماضية يعكس التزامه الكامل بالدفاع عن ألوان المنتخب، معتبرين أن مسيرة قائد أسود الأطلس لا يمكن اختزالها في صورة واحدة جرى تداولها خارج سياقها. وفي المقابل شهدت منصات التواصل الاجتماعي عشرات التدوينات الداعمة لحكيمي، حيث اعتبر أصحابها أن اللقطة استغلت لإثارة الجدل أكثر من نقلها في إطارها الطبيعي، مؤكدين أن دعم المنتخب الوطني ولاعبيه سيظل مستمرا رغم نهاية المشوار عند محطة الربع نهائي.